أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فما كنت طالبا لإراقة الدماء إلا أنهم قد خيرونا، الكل بطبيعة الحال وليس المحتل فقط، خيرونا بين الذلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله ورسوله وحجور طابت وطهرت، وهذا لا إشكال فيه ولا شوب عليه. إنما الكلام أن رجال المسلمين يأمرونني بإلغاء جيش المهدي الذي هو قاعدة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وهذا لم ولن يلغى على جميع الأحوال. وأخيرا أحب أن أذكر أن قبولي بالقانون الأمريكي الغربي أو قانون أتباعهم أي القانون الوضعي عبارة عن بيعة لهم، ومثلي لا يبايع مثلهم، ولن أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، فهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت بعونه تعالى. ثم أن العز كل العز باتباع قانون شرعي إسلامي شعبي مرضي من الشعب العراقي منتخب وبدستور شرعي شعبي، فأنا خاضع له وتابع له في الدنيا والآخرة ليس إلا. وأرجو أن لا ينجحوا في أن يقنعوكم بقوانينهم المجحفة، وأنتم كشعب أيضا يأبى الله لكم الذلة، فأنتم أتباع الحق وهم أتباع الباطل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله يوم القيامة على منخريه في النار. فمن سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله يوم القيامة على منخريه في النار. فما لكم لا تناصرون؟ أأنتم قوم تجهلون؟ فهذا هو الحق وها هو الباطل، فأنى لكم إلا مناصرة الحق. وعموما فهيهات منا الذلة، يأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك أكيدا. ولكن كل هذا يذكرني بأعداء الإمام الحسين سلام الله عليه، حينما قال بعدما رأى منهم ما رأى: إنه هون علي ما نزل بي، إنه بعين الله. وأقول للمخلصين كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. ألا وإني لا أظن يوما لنا من هؤلاء إلا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. وكان الجميع على علم باستعدادنا عدة وعددا للدفاع عن المقدسات، لا عن طائفة ولا حكومة ولا عن سفه، فلم نخرج إلا كما خرج الإمام الحسين سلام الله عليه لطلب الإصلاح. وبالأمس خرجنا لطلب الوحدة والإصلاح، وسنخرج إن اقتضت المصلحة كما عهدونا أول مرة. وإن عادوا عدنا، وإن عادوا عدنا. نعم نعم يا حسين، نعم نعم كربلاء،